جميع الاملاك التي وقفت على هذه المدرسه او هذا المستشفى وما اليه. تتضمن ما تتضمن هذه النصوص تتضمن معاني اقتصاديه، يعني معاني اقتصاديه كلها بما فيها حواميد الحرف. ونعرف ان الكتابات الوقفيه من اهميه الوقف، يعني لما نذكر الوقف لابد من تحديده من جهه اربعه. يعني لما نحدد هذا سوف نحدد مدينه ما، يعني عده معاني نستطيع معرفه النسيج العمراني لهذه المدينه من خلال هذه الوقفيه. وهذه الاوقاف اللي شفناها عندنا بعض النقوش الوقفيه اللي هي 15 وقفيه بالنسبه للمغرب الاسلامي، 17 وقفيه منها 13 الى مدينه تونس فقط، واذا يعني ترجع الى الفتره الديانيه، والوقفيات الاخرى ترجع الى الفتره العثمانيه. هذا واش غنذكر يعني. وهذه الوقفيات المنقوش على الرخام هي طبق الاصل ما نقش ما كتب على الورق ودون يعني في ديوان الاوقاف والاحداث والسجلات، الديوان والسجلات. يعني هنا هضرنا على اماكن تواجد هذه الوقفيات، عندنا 13 في الانسان، وحده في الجزائر، وحده في المغرب، وحده في معسكر، وحده مستهدفه في الصومال. اذا عندنا حرفه السياره، يعني من بين هذه الحرفه اللي ذكرت في هذه الوقفيات عندنا السياره جمع سائق، وهي كما نعرفون صناعه الذهب والفضه من حولاي وغيره من الساعه يعني والخواتم وغيره. عندنا هذه الوقفيه هذه هي الوقفيه الاولى اللي تعود الى ابي الحسن الماريني، ابي حمو موسى الثاني اللي وقفها اللي وقفها على المدرسه اليعقوبيه. تضمن واش تضمن عده معاني منها المسجد والضريح والمدرسه والزاويه. يعني لم يبقى من هذا المجمع ككله، بقى غير الجامع وبقى جزء من الضريح، وكانت ايضا وجود المقبره. نعرفوا يكون ضريح بالضروري يكون مقبره للسلاطين ولا للقضاة ولا تضاف بها. انا هذه واش نقصد بهذه الكتابه الوقفيه اللي هي مؤرخه فيها تاريخ 763 و 765. هنا نذكروا في السطر السابع هناك على حانوت المعروفه بالصاغه القديمه، يعني انها كانت موجوده حوالي للساعه. وهنا بعض قبل هذه الوقفيه كاين وقفيه اخرى لابي الحسن التنسي اللي مؤرخه في 696 للهجره، واللي ترجع لابي سعيد بن كمال لما دار على اخيه المدوف والامير عبد ابراهيم. يعني هناك ذكروا 20 حانوت، ولكن لم يذكروا واش الوظيفه تاعها. ولكن بهذه الوقفيه اثبتنا، وحتى المراجع والمصادر التاريخيه اثبتت انها كانت هذه الحوالي موجوده مر مسجد ابي الحسن الثالثي واللي توصل حتى قريب السيد ابراهيم، كلها كانت حوالي الساعه وتعرف بالساعه القديمه. هنا ما فكرت فيه ان الساعه الجديده موجوده في القيصريه في مكه، يعني حسب التخمين تاعي. يعني هنا عندنا حرفه الدراسه وهي صناعه، هو كما يعرفوا المنظومه هو الدرس وجمعه دروس، وهو لفظ فارسي معرب، والدرس هو التوب، وبين دراس خياطه والحكا والشائعه ورشه صناعه الدراسات اسمها، يعني ولا زال هذا اللفظ مستعمل في المغرب الاسلامي. وكانت هذه الحرفه جد نشيطه بمدينه الانسان، وتمت في نسج الكساء والحياد والاغطيه الجيده والحلابي والزرابي والملابس الصوفيه وغيرها، يعني كل شيء اللي كان. عرفنا منطقه الانسان تعرف بمنطقه بارده يعني داخليه.